التوانسه احنا كي نحبوا على حاجه هكا هاند ميد وحاجه مزيانه ودو كاليتي تونسيه، ماذا بينا نمشيو لبلاصه ولا موقع دو ريفيرونس اللي نجموا نبداو واثقين من المنتوج باش نشوف فيه. على هذاك قيدت في الموقع artisantunisien.com اللي هو وصلني برشا حرفاء. الطاقات الشابه والمشاريع الناشئه والشركات الناشئه سعداء اليوم باستقبال رانيا بوبكري. نقول لك صباح الفل والياسمين. صباح الخير والبركه عليك وعلى الساده المشاهدين ان شاء الله يا ربي. فكره المشروع نتاعي اورانيا جات من فكره بسيطه وقناعه كبيره انه بشرتنا وشعرنا ما تستحقش الكم الهائل نتاع لي برودوي كوزميتيك اللي نلقاوهم معروضين علينا. كميات كبيره خاصه انها مليانه بالمواد الكيميائيه اللي ساعات ما عندها حتى منفعه، بالعكس البحوث العلميه اثبتت كل عام ان هي عندها مضار على بشرتنا صحتنا وحتى على التوازن الهرموني في بدننا. ان فيت انا على باز انجينير ان بيوتكنولوجي وحبيت نوظف خبرتي ومهاراتي ونرجع للاساسيات، الحاجات اللي نستحقوهم بالحق في السال دو بان نتاعنا كيما الصابون الطبيعي، لي شامبوان سوليد، ديودورون اللي مخدومه على باز دو بيير دالان حجره الشاب نتاعنا بكلها مكونات نافعه مدروسه علميا وتنفع صحتنا وتحمي البيئه. ركزت اني نستعمل المواد الاوليه المحليه على خاطر نكونوا متمكنين من مصدرها، من ملامحها، من قيمتها، كما مثلا زيت زيتونه اللي هو الانغريديون برينسيبال نتاع لي سافون نتاعنا. التركيبه نتاع كل منتوج تكون فيها لو مينيموم دانغريديون، معناتها مش لازم نكثر لي زانغريديون. تويكا ما يخفاش علينا في وقتنا، تويكا ولات ليكسبيريونس سونسوريال، ولات حاجه مهمه على الاخر. يلوج على الريحه، يلوج على تكستور، لو باكاجينغ، اما نسينا اهم حاجه اللي هي شنية الحاجه اللي قدمها لنا المنتوج كي نشريوه وشنو تاثيره على بشرتنا وصحتنا على الطبيعه. خاطر انا عندي جانب كبير نخدم عليه، هو انه يكون نحب البرودوي نتاعنا يكون صديق للطبيعه. كيفاش؟ مثلا انا لومبالاج خدمت عليه انه يكون امبالاج سامبل بيو ديغرادابل، نحاول نبعد لو ماكسيموم على التغليف البلاستيكي، خاطر لي برودوي هذوما يسون بيو ديغرادابل. نشجع على الاستهلاك اقل اما باكثر وعي. مثلا طفل الاحمر، طفل الاخضر، وكل نوع نتاع طفل عنده مهمه معينه. دخل في لي برودوي نتاعي العسل يعطينا اون بون هيدراتاسيون، الكل من غير لا بارفان لا كولورون شيميك، كلهم الوان طبيعيه من غير بارفان. ودايوغ كما قلت انت باش نوصل للخارج وتوانسه هوني بارتو في تونس ساعات تلقى صعوبه باش توصل للحريف اللي مهتم بالمنتوج هذايا او يفهم فيه. والتوانسه احنا كي نحبوا على حاجه هكا هاند ميد وحاجه مزيانه ودو كاليتي تونسيه، ماذا بينا نمشيو بلاصه ولا موقع دو ريفيرونس اللي نجموا نبداو واثقين من المنتوج باش نشوف فيه. على هذاك قيدت في الموقع artisantunisien.com اللي هو وصلني برشا حرفاء حكيتوا عليه في الحصص الفارطه. دونك وصلني لبرشا حرفاء اللي مهتمين بالمنتوج كيما هكا ولا الا نتاع برشا مبدعين توانسه اخرين.